السلام عليكم. مساء العصر. شوف هاي البقعة احتمال راح تتغير، راح اسوي حديقتي السرية. طبعا هذا الفيديو بشهر التاسع، يعني بشهر التاسع، فاحنا هسه ما ادري شو وقت راح تشوفونه. يعني اذا ما كامل وصار بعراقيل وخرابيط احتمال ما راح تشوفونه. المهم اذا كامل راح تشوفون هذا، تسمعون الصوت. المهم راح اجيب تراب جديد وراح اشلع هذا الحشيش كله، نشلعه. هلا بالزود. طيب شوف اليوم فلاحة شي، خلص ابوك مني. هسه نشيل هذا اول شي الخشب ونشلع الحشيش ونساويه. هسه شلنا الحشيش وبقينا نرتب هذا المكان. طبعا هو مبين صغير بس شوف الدنيا كبير. بالتصغير. يلا كملي، صار ليل علينا. وجتي وين رايحة؟ تعاي حو، تعاي. شو تسوي هنا؟ البيت ولا ترضى ترجع لي البيت؟ يا ربي. الله كملت ان شاء الله. هسه طبعا رتبنا القاع وخلينا الخشب، وهسه جبنا هذا الرمل. طبعا هذا الرمل ناعم كلش، وياه بيت موس. هذا مثل السماد او التراب، عضوي جدا يعني كلش بيه يعني مواد زينه. فراح نخبطهن سويه ويا السماد يعني الحيواني، ونرتبهن داخل هذن الاحواض مالت الخشب. ضروري كلش ينخبطن زين يكون. اول شي ضروري نشيل هذا كله، بعدين يصير حشيش ما نقدر نزرع شي. فراح اصفيه. يلا شوفوا ايش كثره هذا، بس يطق الماي يظل ينبت، يصير مثل هذا. هذا هو البيت موس. يعني كلش متفائلة بهاي الصورة، تنطيني واهس للزراعة. هسه نقول من صدق خلصنا وبدينا شلون يعني، قصدي بدينا يعني خلصنا الصعب وبدا السهل. هسه هنا التراب كله جاهز، خبطناه كله زين داخل هاي التحويطة مالت الخشب، وحضرنا البزورات. طبعا ورط الزوجة والله خليته خطية، ماكو بزر ما يجيبه إلي. هاي بزر مال عندنا طرح وخيار وما اعرف شنو. هاي الطرح ما ينزرع، هسه زرعت خيار انا. وهنا طبعا بديت ازرع، خليت كل مكان حفرة حبتين، شو خاف وحدة ما تطلع الثاني. طبعا هنا طبطبت عليه، قلت لها نامي بامان واخرجي بامان. وان شاء الله يعني متفائلة ان شاء الله خير. اذا تكملون نهاية الفيديو راح تشوفون شغلات كلش حلوة مفاجئة. راح اكملهن زراعة وارجع لكم. مرور اسبوعين، شفت اللي انا شفته. شوف جمال. طبعا زرعت باذنجان وزرعت خيار وزرعت خضروات وزرعت فلفل، مش ما تردون اجيب واحد، حتى طماطة زرعت. طبعا هسه بعد صغار وكل شي ما مفهوم منه. بعد مرور شهر وجا الشتاء تقريبا، وهاي كانت اول مطرة انه بالفصل الشتاء. وهاي النتيجة بشهر 11. اول شي الباذنجان، الفلفل، هذا طبعا فجل وجرجير، بس بعدين شوفوا. وهذا عندنا الباذنجان، هنا عندي طماطة خيار، هنا باذنجان كذلك. هاي الجهة هنا طبعا هسه هالمكان الفارغ كله زرعته بصل وخس وخليت جزر، ان شاء الله يطلع يعني. طبعا اليوم تمطر على عينكم. وهذا شكله من بعيد. وننتظر بعد اسبوعين 3 ونشوف النتيجة همين.
وهذا بوقتنا الحالي. هسه تقريبا نهاية الشهر ال11 راح نطب 12. وهاي طبعا هنا الفجل عندي أكثر شي وفر هو الفجل الأحمر والجرجير شنو بعد عندي هواي والله أشياء هسه أراويكم إياهن، بس هنا قاعد أقطع لأن اليوم نريد الغدانة. هذا الفيديو بتاريخ 25 نوفمبر. هاي النتيجة النهائية مال البستان. خلنا نراويكم شنو طالع. أول شي هاي زرعناها هسه من جديد. هاي طبعا بيها بصل وبيها بصل أخضر وبيها جزر وبيها لهانة وبيها خس وبيها ورد وإشكال الوان. حاليا استوى بدأ يطلع، تقريبا صار له 4 أيام. الطماطة بعد شي ما موردة. ورد شوفوا، قولوا صلوات. شوفوا هاي أول وردة. هناك عندي باذنجان، وهنا عندي الخيار، وهمين هاي فلفل مورد، وهنا هاي الجهة طبعا سويت شو اسمه هذا جبت. وبعدين شنو جبت خيوط وربطتهم. شوفوا ما شاء الله الخيار مورد. كله مورد. مورد يعني راح يذب حمل. شوفوا هاي خيار صغيروني وهاي. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. صراحة فرحانة يعني احس هذا انجازي. شوفوا هنا ايش كثر ما شاء الله. هاي طبعا من هنا هذا السرة كله طماطة. زرعت هنا بصل وسوالف وهاي، بس شنو هذا راح يتغطى. اي نعم، الباذنجان والخيار والفلفل هذا كله يريد له غطى بالشتاء، فالبصل ابد ما يريد غطى، وهو واللهانة والخس ما يحتاج هاي الاشياء. فسوينا هذا البستان الصغير وحولت هنا الزرع. فهنا البصل هاي راح يطلع بعد اقروا عليه السلام، مقهور عليه. لان ما يريد برد، هنا المشكلة. هذه بعد باقي اشدنها بخيوط واسوي له مثل الاقواس. شوفوا شلون اقواس سويت. تدرون الطماطة تريد يعني تتسلق، والخيار يتسلق، عندك الباذنجان بس يصير مثل الشجرة هم يتسلق والله كني. هاي شوفوا يكبر والله كريم. الفلفل لا، الفلفل ما اعتقد يتسلق ابد، بس ما ادري شو هسه يعني يدفع بالطول. ايش طوله صايره. المهم هذا انجازي. شو رايكم؟ خوش بستان صغير وحلو. ها طبعا شوفوه من بعيد، لا عبالكم هي سدرة النبق التفاحية صايرة كلش بصفة. وهاي الأقواس شياش حديد وقوستهن. طبعا شي أكيد كل فترة إذا كبر أو شي لا بعد أكيد بعد راح أصور أنا، فتواكبوني يعني واكب الحدث. وهنا الزرع كله طالع ما شاء الله، ما توقعت. لأن هناك الزرع تطول على ما طلع، بس هنا شو ما أدري، لأن الجو يحب برودة، يمكن ذاك زرعته الجو حار، لأن هي مشالات شتوية. وهنا طبعا قطعنا الفجل الأحمر، وهنا قاعدة أغسله إذا أسوي للغدا اليوم. المهم أنا حبيت أذكر مقولة اليوم، قاعد أقلب بالتيك توك فشفت مقولة تقول إذا الإنسان يريد السعادة لازم يقنع بكل شي عنده. تخيلوا يعني انتي شنو من وضع عايشتي خلص اقتنعي بيه وخليك فرحانة. يا أما إذا ما قابلة على وضعك ولا تريدي تصيرين سعيدة ولا مقتنعة باللي عندك، تحدي. اي نعم تحدي واشتغلي. يعني الشغل ترى يريد له تعب. يا اما تقتنعين باللي عندك وتسكتين. فانا اقول انا قبل لا اصير كلش مثالية بعينكم واسوي نفسي فد شي، خليني اقول لكم اليوم شنو غدانا. اليوم غدانا طبعا سمك قلي، وهذا التمن مو احمر بالطماطة، لا هذا تمن محمر بالشكر. بالشكر. هاي طبعا اكلة احنا نسويها يمكن بالسنة مرتين او مرة اذا نشتهيها كلش، يعني مو دوم. فنسويه ويا السمك. هسه تقولون تمن بشكر وهاي، والله بنات حلو، واحنا هنا دائما متعودين عليه، فأبد ما عندنا مشكلة بيه، وكل شي على العافية حلو، ويا الناس طبخها أشكال وأنواع وأشكال ألوان، فلا تدققون بهاي التفاصيل. كل من يحب أكله حسب بيئته العايش بيها. خلاص خلصنا غدا والحمد لله. أو العبرة من هذا الموضوع إنه الإنسان من صدق يقدر على كل شي، خاصة إذا خلى بباله بحيث
يصر انه يكمله او يسويه او يحقق. يعني انا تدرون ايش كثر عمي يقول لي وين هاي السوالف، بس قلت لا والله عمو اقدر. ليش؟ لان انا حاولت اتعلم، طبيت يوتيوب، سألت، شفت مزارعات، يعني حاولت اركز على المزارعات وشون يزرعن وشون يرتبن، استنتجت النهاية اللي هي شوفوا يعني أعتبر مزارعة صغيرة حاليا. إن شاء الله الخير لي قدام. قلت هاي السنة إذا نجحت بالزراعة هاي الأشياء البسيطة، السنة الجاية أكبر الشغلات وأوسعها وأخلي المكان أكبر بعد، وأسويها وكل شيء أزرع بيه، حتى بالصيف إن شاء الله، بالصيف أصلا ما أطول. شكرا لنفسي إيه جد هدوا حبيبتي روحي. فشكرا بنات على كل كلامكم الحلو، وإن شاء الله تشوفون هواي ثمر آخذ من هذا البستان الصغير. شكرا على كل متابعتكم وتعليقاتكم، ربي يحفظكم، ومع ألف سلامة. انطوني رأيكم بالتعليقات. باي باي.